اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عمر الفراخ بتاعتي شهر بالظبط. هما زي ما انتم شايفين كده، هما جعانين طبعا. شايله الاكل من قدامهم لان انا قلت لكم انا هاكلهم علف ناعم لمده شهر، والعلف الناعم خلص، فانا هجوعهم شويه عشان هنزل لهم العلف الخشن. لازم يجوعوا شويه، ولازم كل الامعاء بتاعتهم تفضى خالص من العلف الناعم نهائيا. عشان تستقبل علف جديد لازم تخلصي خالص من العلف اللي في امعائهم خالص نهائيا. يعني جوعهم حوالي 3-4 ساعات، مفيش فيها اي مشكله. هما جعانين دلوقتي وواقفين اهو. هنزل لهم العلف الخشن وبس. بعد ما يخلصوا خالص هنسيبهم كمان حوالي ساعتين كمان لما يجوعوا اكتر، عشان الحلف الخشن ينزل ياكلوه على طول. ونزلت طبعا قبلها بيومين، يعني بقالي يومين بنزل مضاد سموم في الميه. ودلوقتي انا منزله سقوه. ده الموضوع بتاعي دلوقتي، موضوع الفيديو بتاعي سقوه جباره، سقوه سحريه فعلا، سقوه الصاروخ فعلا. السقوه دي عباره عن ايه؟ السقوه دي عباره عن السقايه دي بتاخد 4 لتر ميه. السقايه دي بتاخد كام لتر؟ 4 لتر ميه. حطيت في ال4 لتر ميه دول ايه؟ حطيت فيهم كيس خميره فوريه اهو، فضياه دلوقتي حالا. الكيس ده فيه معلقه كبيره، وحطيت فيه علبه زبادي، وحطيت فيه معلقه عسل اسمر. حطيت فيه كيس خميره، فيه معلقه خميره كبيره، وحطيت علبه زبادي، وحطيت معلقه عسل اسمر، ودوبتهم كويس جدا مع بعض. لازم تدوبهم كويس لان الزبادي بيبقى طبعا متكتله، والخميره بتبقى عشان الميه بارده، فالخميره بتبقى واقفه كده على الوش. لازم تدعكيها كويس قوي بالزبادي بالعسل، تدوبهم في بعض كويس جدا وبتنزلهم. اولا هي برافع اوزان، هم مش عايزين يجوا ناحيتها عشان هم جعانين اصلا مش عطشانين. فهم هي الخميره بكتيريا نافعه، والزبادي بكتيريا نافعه برضو. الاثنين بيعملوا معادله جميله جدا جدا في الميه. اولا بيخلوهم يشربوا، بيخلوهم يتخلصوا من اي حاجه في بطنهم. لو في بطنهم اي حاجه راكنه بينزلوها. نزلت لهم المشروب ده دلوقتي عشان خاطر لو في معاهم لسه حاجه تنزل، عشان بطنهم تبقى فاضيه خالص، عشان لما احط لهم العلف الخشن يستقبلوه كويس جدا والوزن يزيد عليه. طيب ده عمره شهر. في بقى اللي هيضحك عليكي بقى ويقول لك ده فراخك عمره شهر خلاص بقى خلطي لها، نزلها بطاطا مسلوقه وبطاطس مسلوقه وخلطي وقلبي. ده اكبر غلط لو عملتيه، هتدمري فراخك. ده اكبر غلط هتعمليه لو عملتيه فعلا، هتدمري فراخك. يبقى انت فراخك ربطيها وما شاء الله جايبه اوزان معايا كويسه، وتيجي في الاخر وتدمري. لا تنزلي بطاطا ولا تنزلي بطاطس ولا تنزلي اي حاجه. غير لو عايزه تخلطيهم بجد ممكن تنزلي لهم قمح اللي هو الغله. ممكن تنزلي العلف كيلو والقمح نص كيلو، وممكن تحط مع القمح دشيشه اللي هي الذره المدشوشه. ممكن كيلو علف، نص كيلو قمح، نص كيلو دشيشه، وتلخبطوهم مع بعض وتنزلي لهم للفراخ دي. لكن هتحطي رز، هتحطي بطاطا مسلوقه، هتحطي وممكن تنزلي عيش معاها. يعني يبقى الكيلو العلف ثابت، وتنزلي نص من كل نوع، من الدشيشه ومن القمح ومن العيش. لكن هتحطي بطاطا مسلوقه، تحطي بطاطس مسلوقه لا، يبقى انت كده بتدمري الفرخ بتاعك. الفرخ بتاعك حلو وريشته صحه وجميله زي فراخ كده، وتيجي في الاخر وتعكيها. لا، اكبر غلط كبير جدا جدا. وانا هوزن معاكم الفراخ دلوقتي. الفراخ دي عمر شهر، زي ما قلت لكم انها عمر شهر. هوزنها معاكم دلوقتي وهوريكم الاوزان بتاعتي. وهم واكلين علف ناعم لمده شهر. مفيش حد اصلا بياكل علف ناعم لمده شهر. هيقول لك لا ده لغايه 20 يوم وقلبي. انا باكل لمده شهر. ليه؟ لان بتفادى الموت المفاجئ، وبتفادى السموم اللي بتيجي. لا، انا حتى لو عندي 200 فرخه زي ما كنت بربي برضو باكل لمده شهر. طيب انا هوزن معاكم دلوقتي حالا واوريكم الاوزان. الميزان اهو صفر زي ما انتم شايفين. الميزان ده طبليه كبيره، زي اللي المتابعين اللي قبل كده عارفين الميزان بتاعي ده طبليه. الميزان صفر اهو. ايوه هجيب لكم فرخه حالا. هجيب لكم فرخه حالا. ميزان صفر معايا اهو. واحط الفرخه. بسم الله ما شاء الله. اقفي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كيلو 900. هي فطر بس هي كيلو 900. ودي فرخه تانية 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هجيب لكم بقى الفرخه اللي قلت لكم عليها من الاول اللي هي مريشه. دي الفراخ القرع اللي ما طلعتش ريش. معايا كيلو 900 ومعايا 2 كيلو. هجيب لكم الفرخه الريش البدري وزنها قد ايه. اهي الفرخه الريش البدري وزنها كيلو 600.
عشان تعرفوا ان الفرخه اللي بتريش بدري ما بتجيبش معاكي اوزان، لكن الفرخ الاقرع هو اللي بيجيب الاوزان. بسم الله ما شاء الله، معايا كيلو 900 ومعايا كيلو 800 ومعايا 2 كيلو على عمر الشهر. يعني معنى كده الاوزان معايا مجديه جدا جدا جدا. الفيديو ده يستاهل لايك عشان الفراخ الحلوه دي، عشان الاوزان الجميله دي على عمر الشهر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا انا قفلت الفيديو لما الاذان يخلص، وقلت لكم ان الفراخ معايا اوزانها من 2 كيلو لكيلو 700. بسم الله ما شاء الله زي الفل. والفراخ عشانها قرع جايبه وزن كويس جدا معايا. الفرخ الوحيد اللي مريش فجايب كيلو 600، ده اقل وزن. والفرخ اللي هو الفرخ اللي هو ده اللي هو الرز ده جايب معايا كيلو. بسم الله ما شاء الله زي الفل، كيلو بالظبط ما شاء الله. والفيديو ده يستاهل لايك فعلا. لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.